مساء الخير، مساء النور. لطفي بفون معاكم من السويد. اليوم الأحد 17 ديسمبر. موضوع الليلة نحب نحكي على المواصفات اللي لابد باش توفر في شكون باش يحكم البلاد. احنا نعرفوا تونس قاعدة تمر بأصعب فترات حياتها عبر التاريخ، وده يتطلب من الشرفاء والعقلاء توحيد الصفوف لاختيار الرجل المناسب وإلا المرأة المناسبة في المكان المناسب. وشكون اللي باش يقود تونس في المرحلة القادمة؟ ودايا شنو يتطلب منا كتوانسة؟ يتطلب منا العقلانية، يتطلب منا استعمال العقل ونزع العاطفة، يتطلب منا تجنب الحقد والكراهية من أجل هذا الكل، من أجل مستقبل ومصلحة الوطن. لأن في الواقع فما زوز منافسين، هو قيس سعيد اللي شاد الحكم أكثر من عامين توا، حكم انفرادي، والشخصية الثانية هي الأستاذة عبير موسي اللي موجودة في الحبس قسريا. كما قلت فما مواصفات، والمواصفات هذه لابد باش تتوفر في القائد الناجح، خاصة إذا كانت بمكانة رئاسة الجمهورية اللي تربط بين المنهجية، العلم والنظرية. والمواصفات هذه هي 8 اللي باش نتحدث عليها، هي من أحدث ما توصل إليه العلم. طبعا مش نحكي عليهم 8، باش ناخذ المواصفة رقم 1 لأن باش ما نطولش الفيديو، والآخرين نحكيو عليهم في فيديوهات قادمة. قلنا لابد من تحكيم العقل حتى نختاروا الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب باش نخرجوا تونس إلى بر الأمان ونحطوها على السكة الصحيحة. المواصفة الأولى هي الشجاعة. يجب أن يتسم القائد بالشجاعة اللي تخليه قادر على اتخاذ القرارات. وهنا نشوفوا الأستاذة عبير موسي من 2019 شنو عملت، وشنو الشجاعة اللي عملتها، وشنو اللي عملته في البرلمان، وشنو اللي ضحات من أجله في البرلمان. الشجاعة اللي كانت عند الأستاذة عبير موسي اللي هي الوحيدة اللي تجرأت باش تكلمت عن الإخوان، الوحيدة اللي تجرأت باش تحكي في البرلمان، الوحيدة اللي تجرأت باش توقف على أكبر عصابة في تاريخ تونس وهي عصابة الإخوان. أدايا الفيديو الأول منحبش نطول، خلينا نسمعوا مقطع من مداخلة الأستاذة عبير موسي في البرلمان وهي تهين والشجاعة اللي عندها اللي ما نجمش يعملها قيس سعيد، لأن قيس سعيد عمره ما اذكر وإلا جبد اسم الغنوشي، دائما هم وهم ونحن وهم. لكن الأستاذة عبير موسي الشجاعة متاعها تخليها اللي قامت به في البرلمان هي عندها المواصفات، مواصفات الشجاعة. ولكم الاختيار. متاعك هبط في لقطة رمزية وزعما هو يسائل فيك وجبت لنا الذراع متاعك ولدك المدلل عمل لك مدح وطبق لك 14 دقيقة، وذي زعما تتحاوروا في الدبلوماسية. أقول لك هذه جلسة مساءلة، وهذه جلسة ستسمع فيها حقيقتك المرة، وسيسمع فيها الشعب التونسي الأكاذيب اللي انتم تقولوا فيها. أول حاجة باش نبدأ نلخص ماذا فعلتم في هذه المدة اللي شديتوا فيها البرلمان. مانيش باش نحكي على أخوانة الإدارة اللي حطيتوها، مش باش نحكي على سوء التسيير داخل المجلس، مش باش نحكي على الجهل التام بالقوانين وتجاوز القوانين، مش باش نحكي على تجاوز النظام الداخلي، باش نحكي في السياسة الخارجية خروقاتكم وتجاوزاتكم. بديتوها في جانفي وقت اللي مشيتوا الأردوغان خلصة بعد إسقاط حكومة الجملي، ومشيتوا قعدتوا ومن غير
وتوقير بروتوكولات واحترام الدولة التونسية والسيادة الوطنية. من بعد وقت جات الكورونا في بالك باش تستفرد بالمجلس، النواب غايبين مش موجودين، بديت تجبد في مشاريع القوانين، هاو اتفاقية قطر، هاو اتفاقية تركيا، هاو مشروع قانون المعابر البرية الحدودية، وبديت تنفذ في الأجندة متاعك. كلمت أردوغان في 25 أبريل 2020 وما قلت لنيش وما قلتش للتوانسة، فتحتك الصفحة التركية. من بعد جيت نهار 4 ماي اتصلت بخالد المشري اللي ينتمي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين اللي هو التنظيم متاعك، وسآتي إلى ذلك، وكذبت علينا. نعم هناك كذب واضح ومتعمد على النواب، في بالك احنا ما نتبعوش وما نعرفوش. عملنا لك احنا المساءلة وطلب المساءلة، جبت شكون يفتيو لك كيما اليوم منعوك من اللائحة، فتيو لك وعملوا لك الفتوى متاع عدم المساءلة، وطلعت مغالط نفسك، وطلعت هاكا الشعب التونسي كله مطلعش، قلت في جانفي لا خير في مجلس لا يسائل رئيسه، وتوا جايبين لنا الفتوى تاع عدم المساءلة ونحن نسألوا فيك. عملنا اعتصام الحسم، اعتصام الحسم هذاك من 13 ماي وتعينت الجلسة متاع اليوم. عاودت كذبت مرة أخرى على مكتب المجلس وأخفيت أنك في نفس الوقت اللي أنت العبارات متاعك غير مسموح به هذا. حسني عباراتك، ما ينفعش هذا، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. ولكن لابد من التزام الاحترام. الميكروفون رجع الوقت، رجع الوقت، رجع الميكروفون والوقت، ولكن لابد من التزام الأدب. رجاء الهدوء، خلينا نستأنف الكلمة وما قصش عليها. الكذبة واضحة ونحن نسمي الأشياء بمسمياتها. أنت وقتها في مكتب المجلس عملت الاتصال مع فايز السراج وهنيته بما تعتبره انتصار الوطية، ومعك مكتب مجلس قاعد ينظر في طلب الدستوري الحر لمساءلتك على العمايل الأخرى وما قلت لهمش، وخرجت فتحتك حكومة الوفاق في ماضي 3:30 خرجت الخبر اللي أنت اتصلت بالسراج وأنت ما 3:30 مجتمع مع مكتب المجلس وتعهدت لهم انه باش تعمل لهم تقرير في تحركات الخارجيه، وانت وقتها عامل العمله هذيك وساكت وما قلتهاش، فضحوك هما. اذا هذه تحركاتك اللي فقنا بها واللي زعما شفناها وما خفي كان اعظم. لابد من التزام الادب. جاوب من بعد مؤدبه، انا قاعد اقول في الحقيقه ماهوش غلطه. اللي توا قال لك تعهد بعدم تكراره، اللي عملته ماهوش سهو، اللي عملته ماهوش زله، اللي عملته مش خاطرك ما تعرفش، اللي عملته هي الاجنده متاعك. واللي توا كل مره وين نقول اخوانجيه يقولوا لي اسحب الكلمه، اشدوا عندكم بالوثائق يا توانسه. شكون توا قاعد حالل يعيشكم؟ شكون حالل السيت متاعه؟ اكتبوا كلمة الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة، أنا ما نسميهاش. توا تلقاو يا توانسة في الموقع الرسمي متاعهم 3 جوان 2020، توا تلقاوهم حاطين 3 فيديوهات، 3 فيديوهات هما وثيقة الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي. وقتاش صبوها في السيت؟ صبوها في 27 أوت 2019 وقت الحملة الانتخابية باش يعاودوا يكذبوا على الناخبين متاعهم. شنو تقول الرؤية الأصولية اللي قالك حزب تتونس وتمدنا؟ يا سيدي خلينا نقرا للتوانسة. الأساس بتاع الحزب هذا أساس على تمييز ديني وهو حزب شمولي ديني ماهوش حزب مدني. إن حركة الاتجاه الإسلامي بتونس، أنتم حركة الاتجاه الإسلامي بين ظفرين كاتبين الاسم الجديد، تتخذ منطلقا لها العقيدة الإسلامية. منطلقكم العقيدة ماهوش مدنية الدولة. القاعدة المركزية في التفكير الإسلامي التي إليها يعود تحديد المواقف والرؤى إزاء قضايا الوجود عموما والوجود الإنساني بصفة خاصة. مرجعيتكم في كل قضايا المجتمع والاقتصاد المرجعية على أساس عدم الفصل بين الدين والسياسة لا يحتمله أساليب اللغة العربية بحال أو عملا لا يحتمل تأويله إلا الكفر. هذوما باش ينصبوا رواحهم أوصياء على التوانسة وهما باش يحدوا شكون الكافر وشكون المسلم، باش تعرفوا منين جاي التقسيم والتفتين في المجتمع التونسي. قدام مزال وقال لك هذه الوثيقة متاعنا هي وثيقة الهوية الأساسية،
النجار اللي اليوم امين عام مساعد متاع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين متاع القرضاوي، اللي افتى بقتل النفس، واللي افتى بقتل الابرياء، واللي قال افتى بانه يجوز وضع النفس على ذمه الجماعه. عبد المجيد النجار، عوضك انت في المنصب متاع امين عام مساعد. حلوا الموقع الرسمي متاع اتحاد القرضاوي اللي انت تبوس فيه من جبينه وتقول له علمتنا الذين نهلوا من رحيق علمه، واللي هو المنظر متاع الثورات العربيه اللي تحكي عليها انت. عبد الاخوان المسلمين، باعترافكم وبموقعكم الرسمي وبكل ما تقولونه، نحب نقول لك اللي تعمل فيه اليوم واللي عملته اليوم سبق ان عملته قبل. ونحب نذكرك بالشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي، اكيد راك تعرفوا، كتب عليك شهاده في الاسبريس المغربيه وقال انه تنظيم الاخوان قبل كان يبعثك للدول متاع المغرب العربي باش تتجسس وتشوف شنو وضع الاخوان غادي وتعمل التقارير. اذا اليوم وقت اللي خديت البرلمان تحب تستعمل منبر البرلمان باش تنفذ الاجنده تاع الاخوان متاعكم بعد ما فشلتوا في كل الدول، بعد ما مات مرسي اللي قريتوا عليه الفاتحه في البرلمان هذايا ودنستوا البرلمان هذايا، جاي انت اليوم في بالك بروحك باش تستبله التوانسه واستغليتك ال5 سنين التوافق اللي زعما تغطيت بيهم وتتونستوا وتمدنتوا عاملين لنا الحمامه. انا نحب نسال التوانسه، انت محكوم عليك عام 91 احكام غيابيه، كيفاش دخلت لتونس في 30 جانفي 2011؟ كيفاش دخلت لتونس وما مشيتش للمحكمه؟ كيفاش دخلت لتونس وما وقفوكش؟ مشيت معزز مكرم طلع البدر علينا. نحب نسال التوانسه، الحزب نتاعكم اللي تتونس وتمدن هذايا خذ التاشيره نتاعو في 1 مارس 2011 وقت اللي قانون العفو التشريعي العام اللي عفيتوا بيه على الارهابيين وعفيتوا بيه على جماعه سليمان وعفيتوا بيه على اللي هزوا سلاح ضد الدوله، هذاك اتعمل في 19 فبراير 2011. يا توانسه تبقى قانون 88 ممنوع حزب عنده مرجعيه لا يفصل بين الدين والسياسه. شكون اعطاكم التاشيره؟ كيفاش سويتوا وضعيتكم وانتم داخلين عندكم احكام غيابيه؟ شكون اسمح لك باش تدخل تدنس تراب تونس وانت عندك احكام غيابيه وما تطبقش عليك القانون؟ دخلت لنا غلطه في تونس، دخلت لنا غلطه في المشهد السياسي، دخلت لنا بالاكاذيب والاشاعات والخزعبلات وتحب تقنعنا. اليوم نوجه المسؤوليه لكل القوى المدنيه وكل من يكون عنده نفس وطني في تونس، اللي مازال يحط يده معاك ومع التنظيم نتاعك فهو خائن لتونس، لانك انت تنتمي لتنظيم ما يحبش الخير لتونس، ما يستعرفش بالدوله التونسيه، ما يستعرفش بالاستقلال التونسي، ما يستعرفش بالزعيم بورقيبه. من اللي جيتوا وانتم تشكوا في الاستقلال، من اللي جيتوا وانتم تشكوا في تاريخ تونس، من اللي جيتوا وانتم تسلطوا في السيوفه. اليوم اللائحه طاحت خاطر ساومتوا العباد بالقضايا، خاطر ساومتوا العباد بالفساد وبالملفات. من اللي جيتوا حبيتوا تزوروا تاريخ البلاد، من اللي جيتوا عملتوا فتنه بين كفار ومسلمين، من اللي جيتوا شديتوا الحكم لنا الاغتيالات السياسيه، اهدرتوا دم التوانسه، اهدرتوا دم المؤسسه الامنيه، اهدرتوا دم المؤسسه العسكريه، دجلتوا القضاء، دجلتوا الحقوق الانسان، تكذبوا علينا كل يوم بالديمقراطيه المزيفه متاع التوافق المغشوش ومتاع الترغيب والترهيب. نحن لكم بالمرصاد، يجب ان تخرج من هذا البرلمان. لا يشرفنا ان تكون رئيسنا، لا يشرفنا ان يكون على راس البرلمان قيادي اخواني جاي يحب ينشر المشروع الظلامي. انت في كتاباتك تكتب على المرأة عورة والمرأة وعاء جنسي. المرأة في تونس حرة بفضل الزعيم بورقيبة، بفضل مجلة الأحوال الشخصية، وسنزيحك من ذلك الكرسي بالقانون، وسنزيحكم من الحكم بالقانون. والقضاء يجب أن يفتح الملفات ويجب أن يكشف الحقائق. شكون اقتل شكري بالعيد؟ شكون اقتل محمد الإبراهيمي؟ شكون ذبح سقراط الشيرني؟ شكون اللي ذبح الأمنيين متاعنا؟ شكون ذبح بروتة قدام مجلس النواب وانتم تتفرجوا؟ يا قوى مدنية، يا قوى بورقيبية، يا مرأة تونسية، يا مرأة برلمانية، تونس أمانة في رقبتكم. هذا الشخص راهو قاعد يكذب علينا ويراوغ وحزبه هو بتاع تنظيم الإخوان. أنتم إخوانجية وتونس حرة والإخوانجية على برا، ولن نترك تونس فريسة لكم انتم، وستحاسبون بالقانون وبالقضاء وستكشف الحقيقة وستعود تونس لأحضان التونسيين. ستبقى تونس دولة مدنية، دولة حداثية،
معتدلة، لن نصطف ولن نترككم تتلاعبوا بمصير الوطن، وللحديث بقية. سجل يا تاريخ.